مصر تفوز على ملاوي 4-0 خارج الديار بعد ماتش القاهرة 2-0. هل كده بقى عندنا منتخب مرعب وبقى عندنا منتخب مصر بتاع 2006 و8 و10 يعود من جديد؟ هنتكلم في الفيديو. من فضلك سيب الحلويات بتاعت رمضان وركز معايا شوية، وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. هنتكلم في الفيديو، محدش يعرف اي حته. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان الفتره الجايه فيديوهات كتيره على القناه باذن الله. طيب، مصر تفوز على ملاوي 4-0 في نهار رمضان والصيام والجو، ولكن هل منتخب مصر يقدر ياخد افريقيا القادمه؟ ايه يا عم السؤال الجامد ده؟ يا عم انت بتسال السؤال ده ليه؟ ما تسيب الدنيا بظروفها. ده السؤال اللي هنجاوب عليه في الفيديو. عايزين نقول منتخب مصر بدأ بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، حجازي وعبد المنعم قلبي الدفاع، محمد حمدي باك شمال، محمد هاني باك يمين. في نص الملعب بنلعب بثلاثة، طارق حامد ومحمود حمادة في نص الملعب، ما قدامهم زيزو زيزو هو الثالث في نص الملعب. وهقول لكم ليه الراجل بيعتمد على زيزو في نص الملعب رقم 8. محمد صلاح ومرموش وينجات او اجنحه، ومصطفى محمد مهاجم وحيد. يعني المنتخب يعتبر بيلعب 4-3-3. ولكن هل الطريقة دي هجوميا في المستقبل كويسة؟ مش حاسسها. هل لو شلنا محمود حمادة وحطينا زيزو واتنين بس ولعبنا بلاعب رقم 10، هل ده هيبقى مفيد هجوميا للمنتخب؟ ده اللي هنعرفه وهقوله لكم. عايزين نقول ان منتخب مصر بيلعب. محمد صلاح النهارده عمل مباراة جيدة وعمل المباراة السابقة جيدة. يعني خلينا نقول اللعيبة كلها كويسة واللعيبة كلها مطمنين على المنتخب، ولكن مش هتقارن منتخب مصر ومدرب منتخب مصر امام ملاوي. يعني عايزين نلاعب منتخب قوي زي المغرب ما كسبت البرازيل من يومين ثلاثة. هو ده، عايزين احتكاك قوي يبرز لنا ما فعله فيتوريا مع منتخب مصر حتى الآن. ولكن عايزين نقول ان منتخب مصر، اعتقد ان محمد هاني كويس ومقبول وعمل ماتشين كويسين، ولكن مش ده برضو. يعني في ماتشات هتبقى عايز باك يمين بيهاجم، باك يمين بيساند صلاح، باك يمين بيعمل زيادة هجومية. هل ده موجود في محمد هاني ولا لا؟ نص الملعب النهارده في اي فرقه او اي منتخب في العالم، نص الملعب هو قوه الفريق. نص ملعب اللي بيدافع، نص ملعب اللي بيهاجم، نص ملعب اللي بيعمل زياده هجوميه، اللي بيسجل، اللي بيشوط، اللي بيلعب بدماغه كويس. ده النهارده شفناه طارق حامد بيسجل هدف مع منتخب مصر، ودي حاجه مميزه جدا جدا جدا. يعني لو قلت لي حاجه ايجابيه في الماتش النهارده هقول لك في كتير، ولكن ابرزها طارق حامد والتسديده المهمه. عايز اقول لكم زيزو عامل ماتشين في غايه الاهميه، ولكن زيزو في الزمالك بيلعب وينج، وفي الزمالك بينور اكتر في حته الوينج. مع منتخب مصر لعب النهارده ولعب الماتش اللي فات، ولكن لما هنلاعب منتخب قوي هيبان زيزو لما نلاعب منتخب قوي. محمود حماده بيقدم مستوى جيد، ولكن عايز اشوفه امام منتخب قوي هيبقى عامل ازاي. عمر مرموش ما زال هو الكارت الوحيد لفيتوريا في هذه المنطقة. اعتقد يعني امام عاشور هو اللي بيلعب، هو اللي بينزل مكانه، ودي حاجة غريبة. فين رمضان صبحي؟ تريزيجيه مش عارف تريزيجيه مصاب ولا لا. اللعيبة دي فين؟ في احمد رفعت ممكن يستعين بيه. اعتقد ان الحته دي محتاجه شغل كبير. تعالوا اقول لكم التغييرات اللي اتضح منها ان الطريقه تعتبر اتغيرت من 4-3-3 ل 4-4-2. ليه؟ لان منتخب مصر نزل حمدي فتحي بدل من محمود حماده، احمد حسن كوكا بدل من محمد صلاح، امام عاشور بدل من مرموش، مصطفى فتحي بدل من زيزو، ومحمد صبحي بدل من الشناوي. وتتحول الطريقه الى صبحي في حراسه المرمى، عبد المنعم وحجازي قلبي الدفاع، محمد هاني ومحمد حمدي زي ما هم، طارق حامد
وحمدي فتحي في نص الملعب، على اليمين امام عاشور، على الشمال مصطفى فتحي، 2 مهاجمين احمد حسن كوكا ومصطفى محمد. وهنا السؤال المهم جدا، هل الراجل مش مقتنع بولا مهاجم في الدوري المصري؟ علامة استفهام كبيرة. هل الراجل حتى الآن مفيش وينج لعب بدلا من عمر مرموش؟ علامة استفهام كبيرة. هل الراجل ليه ما نزلش فتوح؟ اعتقد ان فتوح في اوقات معينة هيتضح ان فتوح هو افضل لاعب في الحتة دي. محمد حمدي عامل ماتشات كويسة، ولكن بالنسبة لي فتوح في حتة تانية، عنده خبرة دولية كبيرة. اعتقد ان منتخب مصر محتاج يلعب ماتشات كتير امام منتخبات قوية، عايزين احتكاك قوي. هل فيتوريا هيقدر يوصل منتخب مصر للكرة الهجومية اللي اعتدنا عليها في جيل الكابتن حسن شحاتة؟ كنا بنهاجم بأحمد فتحي وسيد معوض واحمد حسن وحسني عبد ربه ومحمد شوقي وابو تريكة وعماد متعب وعمرو زكي وبركات. هل منتخب مصر هيقدر في هذا الجيل فيتوريا يوصل الفرقة للحالة الهجومية الجيدة؟ أحرزنا 6 أهداف في ماتشين ولم يدخل مرمانا أي هدف، ماشي، ولكن أنا مش عايز الناس تحكم على منتخب مصر أمام ملاوي، انسى. عايزين نحكم على منتخب مصر أمام منتخب قوي، مش هقول لك متوسط لأن منتخبات أفريقيا المتوسطة بقت قوية دلوقتي. أعتقد إن فوز مهم لمنتخب مصر. وأخيرا شفنا محمد صلاح بيخرج، أخيرا شفنا محمد صلاح بيستبدل في ماتشات المنتخب. مش بنشوفها كتير اللقطة دي، ولكن محتاجين. أعتقد إن زيزو من أهمية وجوده في نص الملعب إن هو يغطي على صلاح في الحالة الدفاعية لمنتخب مصر. زيزو يرجع مع محمد هاني عشان ما يحصلش خلل في نص الملعب. أعتقد ده كان كل كلامي عن منتخب مصر. أعتقد قادرين إن شاء الله نصنع شيء مع هذا المدرب بإذن الله. قول لي وجهة نظرك في الكومنتات، رأيك في أداء المنتخب، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس واعمل لايك مهم للفيديو. واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديدة على اليوتيوب. انتظرونا كثيرا الفترة الجاية. سلام.